هواي من عندنا سامعين بعبادة الأصنام والوثنية، بس معظمنا يعتقد أنه هذا الشيء انتهى قبل 1400 سنة ويا ظهور الإسلام بالجزيرة العربية. بس كالعادة الحقيقة أعمق وأغرب. إذا تروح تسافر كسياحة معظم البلدان حول العالم راح تلقى أنه عندهم نوع من الآثار الحضارات الزائلة أو الحضارات اللي مر عليها آلاف السنين، بس اللي يتكرر بكل هاي الحضارات هو وجود الأصنام بشكل أو بآخر. والأغرب من كل هذا أنه بغض النظر وين تروح، فرضاً ركبت طيارة أنت رحت للصين أو رحت للهند وشفت آلهة المي وآلهة النقود وآلهة الزراعة، وبعدين تطلع من الهند تخلص جولتك السياحية تروح للدول الاسكندنافية وتروح تشوف الحضارة النوردية اللي هي بعيدة كل البعد المفروض عن الهند، وتشوف الآلهة الفلانية والآلهة الفلانية. تروح بعدين لمصر تشوف الحضارة الفرعونية، ترجع اليونان تشوف الحضارة الإغريق ايش سووا هناك، تروح الروما شوف حضارة الرومان شلون كانت، وبالنهاية ارجع للعراق وقارن كل الآلهة والتماثيل اللي شفتها كأصنام وقارنها ويا باقي الأصنام الموجودة. مثلا احنا دائما نسمع بتموز أو عشتار ونتداول الاسم ونستخدمه بحياتنا هنا كعراقيين. هاي اقول بس الاسم مو مجرد شيء بالحضارة وتعال لازم نفتخر به، اكو اشياء اعمق تخص هذا الموضوع، وهذا موضوعي اليوم هو شلون انه عبادة الاصنام موجودة لحد اليوم بحياتنا وبكل انحاء العالم. ما راح اقعد احكي لكم على صنم وعلى وثن وعلى كل واحد وتاريخه، لانه هذا مو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم هو تحديدا واحد من الأصنام. إذا تذكرون بكم فيديو قبل حكينا على مولوخ اللي هو شيطان، واللي كان يتجسد كبعل اللي هو صنم، بس هو بالحقيقة هو الشيطان وصنعوا له تمثال يتجسد به. هيدا نحكي حكي حضارات. هسه راح أحكي لك على واحد من أهم الأصنام اللي انوجدت بالكرة الأرضية، منات اللي انعبدت من قريش. إذا نجي نقرأ على منات وشنو منات كانت الآلهة المسؤولة عن القدر وسير الأمور وسير التجارة، فكانوا يداروها نوعا ما، مع أنه هي ما كانت بالأهمية مال لات والعزة بالنسبة لقريش، بس هي بكل أنحاء العالم هي من أهم الآلهة. احكي لكم أنا بالحضارات الغابرة اللي انتهت وراحت. اسمع، بعض الروايات تقول أنه عمرو بن لحي لقى الأصنام مدفونة بشواطئ جدة، وكان هذا قبل الإسلام بعصر الجاهلية، ووياها لقى الأصنام مال قوم النبي نوح عليه السلام اللي هم النسر ويغوث ويعوق. لقى الأصنام وبها فت قصة مطولة عن شلون راح وقسمها بين القبائل، وكل قبيلة أخذت صنم نوعا ما، وبعدين قاموا يسوون من كل. المهم هاي مو أنا ما أحب أخوض بتفاصيل لا راح تزيد ولا راح تأخر، أنا أريد أوصل لك فكرة معينة. منات كانت قريش وسادة قريش يتقربوا لها بكل الأنواع من القرابين والتبريكات، من باب أنه هي راح تسهل لهم موضوع التجارة، مع أنه هي مسؤولة عن القدر. شوي ممكن تقول أنه مرتبطة سير الأمور والتجارة والقدر، بس نظرة للأمور سطحية تشوف أنه الموضوع ما له علاقة. منات واللات والعزة حاشا لله يقولون أنه كانوا بنات الله، لهذا بالقرآن رب العالمين يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. كانت تحكي على هذه الفكرة تحديدا، على الأصنام. من تروح تشوف الربط مثل ما قلت لكم بالبداية. هسا احنا كسياح قلت لكم انت سايح ورحت افتريت بالهند والصين اوروبا مصر امريكا ورجعت للعراق، ودا تشوف آلهة متقاربة، أسماء مختلفة بس متقاربة، أفكار متقاربة، أكو نفس الباك ستوري مثل ما يقولون بالأفلام، قصة من وين طلعت لنا هاي الشخصية أو هاي الآلهة بالهند مصر، أكو فالتقارب نفس الشيء. اليوم أنا اختاريت منات تحديدا لأنه منات بعدها دا تعبد بالكرة الأرضية، وده تعبد من ناس ممكن أنت تعرفهم وتقعد وياهم، والناس أنا أعرفهم ممكن أقعد وياهم، ممكن في يوم ما أنا وأنت كنا نعبد منات، بس مو مثل ما نظن. قبل لا أخوض بمنات على مود تكون عندك الصورة الكاملة، أريد أقول لك شنو هذه العبادة وشون دا تصير. مغزى الدنيا كلها واللي دا يصير بالعالم كله من كل شيء شين وزين
حروب واعراس، كوارث وافراح، كل شيء دا يصير بسبب انه ابليس في يوم ما قبل يسجد للنبي ادم، وقال له الرب العالمين انظرني ليوم الدين لاغوينهم اجمعين. بدأ الموضوع، بدأت الحياة الدنيا من ذيك اللحظة. هاي نقطة البداية كانت. إبليس ورا ظهور الإسلام، دين الإسلام هواية أديان قبله كانت أديان سماوية، بس الفرق إنه ذيك الأديان السماوية كانت مختصة بمكان وبحقبة زمنية معينة، كانت مختصة بهذا الشعب وبهذه الفترة. بس الإسلام إجا كدين نهائي للبشرية ككل، جامع وشامل كل العصور وكل الأزمان، وبيه كل المعلومات اللي ممكن الفرد يحتاجها بهاي الحياة على مود ينجو ويخلص منها ويطلع هو الفايز. خصم الحكي هاي على مود ارتب لكم اياها بسرعة. ابليس بعد ما يقدر، مثل ما مثلا بعض الروايات تقول انه عمرو بن لحي كان عنده هاتف من الجن، او مثل ما نقول احنا بلغتنا خادم من الجن، وقال له انه احفر هناك وطلع هذه الاصنام. زين، هسه فلنفترض بحياتنا بيومنا هذا ويا كل الامور اللي نعرفها يطلع واحد ويجي يحط تمثال او صنم بنص الشارع ويقول عبدوه. هسه وياكم ويا الامور اللي دا تصير والخرابيط، الموضوع كلش عادي انه يصير بهاي اللحظه ويا الخرابيط اللي دا نشوف الناس دا تسويها، بس يبقى راح تصير ردة فعل مو طبيعية. شنو تعال اعبد؟ ايش دا تحكي انت؟ شنو اصنام؟ نعبد اصنام هي بس هاي الباقية؟ هاي راح تكون ردات الفعل العامة خلينا نقول. فابليس شو يسوي؟ ابليس لازم يلقى طريقة ثانية يطب بيها على الناس، مو نفس الطريقة القديمة. ابليس لازم يفكر بفتحيلة يقدر يسحب الناس ويقنعهم بانه هو ما موجود، ويقنعهم انه هاي الطريقة للعيش، وبنفس الوقت يخليهم يشركون ويكفرون ويعبدون اصنام بدون ما يحسون. راح تقول لي شلون؟ هنا أنا من تقول لي شلون راح ارجع الموضوع منات. هسه اريد اقول لك حول العالم كم تحوير المنات اكو. الهنود عندهم منات باسم مالتهم، الاغريق عندهم منات بس بالاسم مالتهم، الفراعنه وين ما تروح تلقى منات، مناتو، موناتو، مامانيتو، حرفيا جديات. قول اني دا كذب وروح تشيك. زين، الفلوس بعالمنا اليوم بالانجليزي، الانجليزي اللغه اللي صارت عالميه عن طريق العولمه، شنو هي؟ ماني. وماني اصل كلمه ماني من تجي تشوفه جاي من مونيتا، إله الإغريق. زين، إذا سافرنا ورحنا الأذربيجان ما يحتاج نروح نشوف إذا عندهم آلهة تعبد هناك، لأنه نقدر نعرف إنه اسم عملتهم هو منات. وإذا نجي وإحنا مسافرين وأكيد شايلين دولار ويانا، نشيل ورقة الدولار ونباوع على كل شيء مكتوب ومحطوط بيها، راح نشوف أكو فد تخطيط وفد ترتيب واضح وغريب غريب جدا همينة. يعني منو اللي ممكن يكون مسوي هاي؟ على مود نعرف لازم نسأل ولازم نفتهم ولازم نروح نشوف منو اللي سوى وطبع هذا الدولار. نرجع نكتشف انه الدولار اكيد طالع من البنك المركزي الامريكي او البنك الفيدرالي، والبنك الفيدرالي الامريكي مبيوع من الدولة لعدة اشخاص. يعني كل دول العالم الدولة لها بنك مركزي هو يتحكم بسقف العملة، هو يتحكم بسعر الفائدة، هو يقوم بهاي الأعمال المالية خلينا نقول اللي تخص الفلوس. بأمريكا لا، البنك الفيدرالي اللي هو البنك المركزي اللي المفروض مال دولة هو مملوك من أشخاص، من بعض الأشخاص، وتحديدا مالكي الأسهم بهذا البنك هم من 10 بنوك تحديدا. 2 من هاي ال10 بنوك تابعة للروثشايلد، عائلة الروثشايلد أو بانك اوف روثشايلد. يعني بنكين بدولتين مختلفة هو نفسه بانك اوف روثشايلد، بس واحد منهم مثلا برلين، فرع ألمانيا. هاي الشير هولدرز دا أحكي لك مال البنك الفيدرالي الأمريكي. من تجي تشوف هاي ال10 بنوك تابعة إلمن، يطلع لك 3 اسماء، يطلع لك 3 اسماء هي متحكمة بالدولار. هاي ال3 اسماء هي مورغان اللي هو ابو جي بي مورغان، روكفلر اللي هم لاعبين لعب بالوول ستريت او بالبورصه العالميه، والطرف الاهم والاخطر الروثشايلدز. هذا الجواب توصل له من تريد تعرف منو دا يحرك الامور العالميه اللي ظاهرها والواضح منها انه دائما اكو سبب اقتصادي، اكو محرك اقتصادي. شلون؟ من نجي نقيس احداث سياسيه صارت باخر 100 سنه، نشوف انه المحرك الاول والاساسي هو يا اما البنك الفيدرالي او صندوق النقد الدولي او الروثشايلد.
وهالثلاث اشياء اللي قلت لكم عليها، صندوق النقد الدولي، البنك الفدرالي والروتشايلد، كلهم على بعضهم هم وجوه العملة واحدة، هم كلهم نفس الاشخاص. الشيوعية بروسيا هم اللي دعموها وحركوها، لأن رادوا سيطرة على أوروبا، لأنه الزار الروسي كان ضد هواية من الأمور اللي هم كانوا يريدون ويناوين يسووها. الحرب العالمية الثانية هم ساهموا بدعم هتلر بطريقة مباشرة، خلي ببالك، مع أنه هم يهود. قول علي ما يفتهم، هذا الانترنت وهاي مكتبات العالم كلها، وروح اقرأ تشوف بكل علنية بالسنين اللي سبقت 1941 يعني، كانت التمويل للدولة النازية الألمانية والدعم معظمه من رؤوس أموال يهودية، وتحديدا أسماء كبيرة دا نحكي، أسماء مثل الروتشايلد وغيره، اللي مجرد وجودهم بالأرض هو يعيثون في الأرض فسادا، لا أكثر ولا أقل. على مود نرجع بس أعطيكم فكرة عن المتعرفون بالبداية. بال 1913 من البنك الفدرالي الأمريكي عن طريق وودرو ويلسون تأسس. أول شيء سواه راد يقنع العالم أنه تعالوا خلي نستخدم الدولار، هاي العملة، كغطاء للذهب. فإذا أنت عندك ذهب تعال حطه يمنا، هم احنا ندير باله عليه من الحروب، وهم احنا نصرف لك دولار بناء على الذهب اللي دا تحطه. وحطوها فد نسبة انه على كل دولار ما يعادل هالقد ذهب، انطوا قيمة. وظلوا الناس بينها لا اوروبا خاصة رفضت، راحوا على لينين. طبعا لينين اذا اسوي عليه 70 حلقة على الثورة الروسية البلشفية، ما تصدقون الحبشكلات واللعبات اللي لعبوها وشنو وراهم ومنو وراهم. هو هذا الفيلم مال الاتجاهات السياسية اللي طلعت بآخر 100 سنة، بغض النظر شنو هي، دا أحكي لك إذا تعرف أساسها وأصلها تتقبل. المهم ما أريد هسه أفوت أنا بهالنقاشات. لينين راحوا عليه قالوا له نعطيك 15 مليار دولار دعم للاقتصاد السوفيتي، بس تعال حط ذهب يمنه واشتري دولار. ووافق على هاي الفكرة. لينين وافق على فكرة، شاف بيها 15 مليار دولار أكيد يوافق، يعني 15 مليار دولار بذاك الوقت، مو بهذا الوقت. لينين وافق، أوروبا وراها وافقت، والأمور مشت زي ما هم عاوزين. لينين أو الاتحاد السوفيتي ربع سنت ما حصل من ال 15 مليار مبدئيا، هاي للتاريخ يعني. وشوية شوية الهوسات اللي صارت، الحرب العالمية الثانية، الكورية، فيتنام، وحدة تتالي الأحداث، لحد ما شارل دي غول رئيس جمهورية فرنسا قال لا، اكو فد شيء مو راح بهذا موضوع الذهب. هم قالوا نبيع لك دولار، وش وقت ما تريد تعال انطينا الدولار وننطيك الذهب اللي انت انطيتنا اياه، لان هذا مجرد غطاء، انت ما بعت لنا الذهب، انت ضميته يمنا. باوع الخداع. دز وفد الامريكا يقول لهم يابا هاي كذا مبلغ، انطونا الذهب اللي احنا مودعيه. قالوا ها ماكو ذهب. هنا العالم كله هاي بال 69 70 68 هيك شيء، فالفت خضخضه انه الاقتصاد على غفله راح يوقع وقعه، بس الله يستر منها. ايش صار؟ طلع نيكسون بال 71، بدال ما يربط الدولار بالذهب، او بدل ما هو مربوط اصلا بالذهب، المفروض حسب ما هم علنا وقالوا وقنعوا العالم، ها تعال احنا اكتشفنا وقود احفوري وقررنا نربط بالذهب الاسود، فمنا ورايح اسمه بترو دولار، اللي هو شنو؟ الدولار غطاءه ما صار ذهب بعد، صار نفط، اذا متغير. شوف اللي تملعب وبس، على شرط لازم الكرة الأرضية كلها سمعا وطاعة. راح تقول لي شلون؟ أقول لك شلون سمعا وطاعة. بعد هاي الأمور بسنتين ثلاثة، الملك فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه بذاك الوقت مو بس قرر انه ما يتعامل ويبيع بالدولار بعد ما صارت الهوسة وهاي مال بترو دولار وغيره، لا قطع عليهم نهائيا. وش صار بيه؟ انقتل طريقة أغرب من الخيال. والله ابن أخوه كان يدرس بأمريكا ورجع دي يسلم على عمه بالعيد ويطلع مسدس ويضربه براسه. باوع 2002 الرئيس العراقي صدام حسين الله يرحمه بدل بيع النفط للعالم من الدولار لليورو. انت دا تعاديني، وش مدى اسوي؟ دا تعاديني، هاك ما اريد اني الدولار مالتك، اني اريد ابيع واشتري باليورو كيفي. المفروض غير هيك كل دولة بكيفها، انتوا اللي دا تنادون بالحرية ويلا واحنا وكل واحد بكيفه، وخليه هو مدى يضر احد. زين انا اريد ابيع هسه باليورو مثلا، ليش ما ابيع باليورو؟ ليش الا ابيع بالدولار؟ باوع من زمن اعلان الدولة العراقية
آنذاك بال2002 إنه راح ينباع النفط باليورو، بغضون أشهر انهدم العراق واحتلوه، ولحد اليوم ما تقوم له قائمة لأنه ما بقوا بيه شيء على حاله. هاي وايد أحكي لك الأمريكان، بغض النظر أنت شلون دا تشوف الموضوع. يعني الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من آخر الأعمال اللي سواها قبل ما تقوم الثورة العربية، قام خلى الغطاء الأساسي للعملة هو الذهب مو الدولار. وإنني أيها الإخوة لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شأن، ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطب والتصريحات والوعود والوعيد، فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. فوق هاي اذا هاي كلها انت مدت تشوفها بعد، شوف داير ما دايرك. انا اعطيتك هسه حقائق تاريخيه تقدر تروح تشيكها، وراح احط لك كم مصدر هم جوا بالوصف على مود لا تسالني منين هالحكي، وعلى الشرط كل مصادري اللي راح احط لك اياها جوا هي مصادر امريكيه، كتب انجليزيه من اقتصاديين كبار امريكان. اوكي، على مود تقول لها من نظريه مؤامره علي، انت متاثر كلش بهالشيء اسمه، تعرف من هاي الحكي مال الجماعه. المهم باوع داير ما دايره، شوف منا ومنا راح تشوف شغله جدا غريبه. راح تشوف الاخ دا يقتل اخوه على مود ربع دينار، وراح تشوف الامايه دا تقتل بنها وبتها ودا تبوقهم على مود تريد فلوس بعد. وياما الامور هسه اذا نحكي على المشاكل اللي دا تصير بسبب الفلوس ما راح تصدق. ليش؟ الفلوس طول عمرها كانت على مر التاريخ، الفلوس هي رغبة ما كانت حاجة، سوالك اياها نسيسيتي منا لهنا، ما تقدر تتحرك بالعالم اذا ما عندك فلوس. زين، مع انه هي طول التاريخ تعال يابا تريد تعيش، تعال عيش بكيفك، هاي ارض الله واسعة. تريد تاكل، هاك روح ازرع وكل. تريد راح تقولي العالم تغير وما اعرف شنو، وهي كلها جزء من سيستم واحد. هو من راح يغير لك، هو من دا يريد ينهيك ويدمرك ويسوي لك فتنة ما بعدها فتنة، ما راح يسوي لك فد شيء بس يسوي لك هاي مال فلوس وما اعرف شنو. لا هذا من اساعد احكي لكم على الفلوس يلحق هوياها تاكيد من الاعلام ومن الافلام ومن السوشيال ميديا، ويطلع لك دول النماذج. نسيت اسمه هذا ابو لحيه القمارشي اللي كويا نسوان دائما، شوف الفلوس شو تسوي، شوف الجنه شلونها. تعال عوفك من هاي الامور، لا تسمع حكي هذا هذا مخبل، لا تسمع حكي يا بابا متخلفين، تعال بعد تطور، تعال ايشي يغريك. اكو سيستم كامل دا يدق باذنك انت بدون ما تحس. هذا الانستغرام طب هسه اكو مليون اطروحه ودراسه على السوشيال ميديا من اكبر الجامعات. واحده من الدراسات تقول انه مجرد ما انت تسوي هيجي بالاكسبلور، اللي هو عباره عن صور بوستات صغيره واحده بصف اللوخ، بلا ما تفتح اي شيء، بس تسوي هيجي، هاي كل هالصور داتا دا تطلع من التليفون دا تفوت بعقلك بدون ما انت ما تحس بشكل او باخر، وارشادات بيها برمجه عصبيه، بيها برمجه لغويه على شو لازم تتصرف، على شنو لازم تسوي، على وين لازم تروح بدون ما انت تحس. فمن تباوع داير ما دايرك تشوف انه المشكله هي الفلوس. مشاكل العالم أسبع على روحك، بغض النظر أنت شو مشكلتك. اسم الله مريض، ممكن مريض لأنه ما عندك فلوس. على مود تروح تتعالج بأحسن دولة وأحسن مستشفى وتجيب أغلى دواء، لازم عندك فلوس. مشكلتك ويا مرتك بسبب الشقة اللي أنت عايش بيها، لأن أنت ما عندك فلوس تشتري بيت. مشكلتك إنه جهالك دا يعانون بهاي المدرسة ويراد لهم مدرسة أقوى، لأنه تفكيرهم ما دا يمشي بهاي المدرسة، يراد لك فلوس. تريد تطلع من الأجواء المشحونة اللي أنت عايشها ممكن بمنطقتك أو مكانك، بغض النظر أنت وين بالعالم، يراد لك فلوس. وصلوها المرحلة مجرد وجودك بالكرة الأرضية، وهاي حكاها شخص، يعني مجرد وجودك بالكرة الأرضية بهذا الوقت ما صارت بكل العصور وبكل الأزمنة، وأتحدى اللي يجيب لي دليل واحد، بكل الأزمنة والعصور ماكو وقت انت تدفع على اشياء هي مجانية للكل. يعني شلون؟ ما حد سامع بشيء اسمه ضريبة وجود. لازم تدفع على مود تاكل، لازم تدفع على مود تعيش، ولازم تدفع على مود كهرباء، ولازم تدفع على مود الانترنت، ولازم تدفع ضريبة وجود
حرفيا هاي ليش دا تصير؟ لان دا يريد يوهمك وهم انه انت على مود تعيش مرتاح وسعيد، ترى انت ناقصك الفلوس بس. وهاي خدعة ما بعدها خدعة، لان انت هيك تبدي تقتل روحك وتستقتل. مو غلط انه انت يصير عندك فلوس، ركز وياي، مو غلط انه انت تصير ان شاء الله كلكم تصيرون اغنياء الدنيا، بالعكس. بس شوفوا الاغنياء اللي تعرفهم، راح تشوف الغني البخيل، الغني الكريم، الغني العاقل، الغني المخبل، الغني اللي ما يعرف شو يسوي بفلوسه، الغني اللي مداري فلوسه، الغني اللي عنده بركة، الغني اللي ما عنده بركة. على مود تفتهم قصدي. هذا ايهام الناس انه انت محتاج هذا الشيء. واذا تجي تشوفها من الجانب الديني راح تشوف انه رب العالمين ذكر المال وحطه بموقع الفتنة، لانه يفتن الناس فتنة، والفتنة ما تبين شنو الصح شنو الغلط، هل اني دا اسوي الشيء صحيح لو غلط. وهنا تكمن المشكلة، من تروح تشوف ربك اللي خلقك واللي سوى كل هاي البشرية شنو يقول عن الفلوس. ذكر لك مرة هو فتنة، بعدين ذكر لك نوع من الناس اللي يحبون المال حبا جما، اللي هي يعشق المال، يعني مستعد اي شيء يسوي، يستقتل ومستعد اي شيء يسوي على مود يوصل. ويا مكثرهم بالمجتمع اليوم وبعالمنا من ناس معرفة مو معرفة مستعد ياكلك على مود يوصل للهدف مالته. في بعض الأحيان قد يكون الهدف $1,000,000 في بعض الأحيان النادرة، بس مع الأسف بسبب حب المال صار الموضوع والخلاف وأكل الحق واللي دا يصير والبوق والنهب، والله شفتها تصير على $1 واحد بس. وهذه خدعة $1، هذه خدعة $1 اللي مليان شعارات غريبة عجيبة. هذه خدعته، هذه خدعة انه يحطون تفاصيل واسم يخص آلهة وثنية على مود تعبد وتنحب وتستقتلون الناس على مودها، في سبيل انه هو اني من عبدة الفلوس يصير كمثال. والامثلة هواية، من نجي نعرف ونباوع على اصل كل شيء راح تشوف انه اصله وثني. اكو فد شيء دا يريد يحيدك عن رب العالمين، اكو فد شيء دا يغرقك فتن باشياء تفتنك، مفتون. شايف هذا اللي يقول له هذا مفتن بحب فلانة، دا يريد يفتنك. أنا ما راح أدوخك بعد، بس راح أطلب منك طلب واحد. بما أنه هسه كأس العالم إلى كأسين، هذا كأس العالم اتغير عن كأس العالم القديم. من تروح تباوع على كأس العالم القديم أو تقرأ عن تاريخه تشوفه تجسيد الآلهة الرومان فيكتوريا. منو فيكتوريا؟ آلهة النصر، اللي هي نفسها تشوفها بهواية بالإعلام وبنصب الحرية وبتموز وبعشتار وببابلون. فيديو المسيح الدجال إذا تتذكرون، تجسيدات مختلفة، أسماء مختلفة، الهدف والغاية وحدة، والكائن اللي خلف هذا التجسيد هو واحد، وكل اللي يريد أنك ما تنجح بهذا الامتحان. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟